مهارة استدعاء الوحوش خلته يخلص أي دنجن أسرع من الجميع. لما الشاب ده شاف مجموعة جوبلين بيشربوا مية، ما جريش عليهم يضربهم بإيده ولا بأي سلاح. بدل كده استخدم مهارته وفتح الانفنتوري بتاعه وطلع حاجة شبه كورة بوكيمون علشان يستدعي جوبلين عبد بتاعه، وبعدها رماها عليهم مباشرة. لكن للأسف الكورة ما وصلتش ليهم ووقعت على الأرض قبل الهدف، وده مش المفروض يحصل كده. الموقف ده خوف الجوبلين بنفس قد ما خوف بطلنا. الجوبلين لمحوه بسرعة وجريوا عليه علشان يقتلوه. ما كانش قدامه غير إنه يستخدم إيده في القتال، لكن بسرعة بقى واضح إن الجوبلين هيقتلوه. لحسن الحظ الاستدعاء اشتغل بعد تأخير بسيط، وظهر الجوبلين العبد وأنقذه في آخر لحظة. باقي الجوبلين ما كانش عندهم أي فرصة. بطلنا قتلهم من غير رحمة وساب وراه مجزرة دم. بعد الانتصار الجوبلين العبد بقى أقوى وكل الإحصائيات بتاعته زادت. لكن الجوبلين ده مجرد البداية. بطلنا لسه عنده استدعاءات كتير يفتحها، لكن علشان يعمل كده لازم يقتل وحوش أكتر. وده مش مشكلة خالص، لأن إيه الممتع أكتر من إنك تهزم الوحوش بوحوش تانية، صح؟ لكن من فترة قصيرة بس كل الناس كانت فاكرة إنه فاشل تماماً وما عندوش أي فرصة يبقى صياد. يوم التخرج ده هو أكبر يوم لأي صياد جديد، وبطلنا ما كانش استثناء. في استاد جمعية الصيادين أخيراً طلع على المسرح علشان يستلم رخصة الصياد اللي كان نفسه فيها. هو رسمياً اتخرج كصياد رتبة إي. الشاب ده كان مليان طموح لأنه تعب جداً علشان يوصل للنقطة دي. أصل هو مستيقظ بأضعف رتبة ممكنة، يعني ببساطة اتولد في العالم ده وهو بيلعب الحياة على وضع الصعوبة. كان لازم يذاكر ضعف أي مستيقظ عادي علشان يعوض الفرق اللي سببه مستواه الضعيف. لكن المذاكرة الكتير خلت عنده معرفة ضخمة عن الدنجنز والوحوش، لدرجة إنه بقى تقريباً الأقوى في الجانب النظري، حتى أقوى من المستيقظين الموهوبين. علشان كده في اللحظة دي كان حاسس بفخر كبير. أخيراً بقى عنده فرصة يبقى صياد حقيقي. لكن للأسف الموظف البارد اللي بيوزع الشهادات بوظ اللحظة كلها. الراجل المتكبر ده قطع شهادته نصين قدام الناس وقال إن صياد رتبة إي ملوش أي قيمة. هانول صحيح أخد اللقب، لكن ما يقدرش يشتغل صياد رسمي بالمستوى الضعيف ده. كل المعرفة النظرية والخطط اللي عنده ملهاش أي قيمة لو رتبته ضعيفة. ببساطة كل تعبه طول السنين كان مجهود ضايع. الحقيقة دي كسرت قلبه، وفي الآخر هانول استسلم لحلمه إنه يبقى صياد وبدأ يهرب من الواقع عن طريق الألعاب. لكن حتى بعد 7 سنين ما قدرش ينسى الموضوع، لأنه من غير وظيفة حقيقية حياته بقت بلا هدف. ودلوقتي الطريق الوحيد قدامه هو إنه يلعب ألعاب فيديو طول الوقت. بقى مهواس بلعبة اسمها Monsters Block Monsters، أو اختصاراً MBM. زي ما الاسم بيقول بتقاتل الوحوش باستخدام وحوش تانية، ومن بين أنواع كتير جدا من الوحوش اللاعبين يقدروا يجندوهم ويستغلوا قدراتهم علشان يوقفوا موجات الأعداء في لعبة تاور ديفنس صعبة جدا. على الورق الميكانيكيات شكلها بسيط، لكن الحقيقة مش بسيطة خالص. لو لعبت ألعاب زي بلونز TD5 هتفهم قصدي. اللعبة محتاجة استراتيجيات عبقرية جدا في توزيع الوحدات علشان توصل كل وحش لأقصى قوته. تقدر تطور الوحوش، لكن التقدم بطيء جدا، ولو الوحش مات في المعركة مستواه بيرجع صفر بالكامل. الموت هنا دائم، مفيش أي طريقة ترجع إحصائيات الوحش بعد ما يموت. الميكانيكيات القاسية دي خلت اللعبة مثيرة، لكن في نفس الوقت خلت ناس كتير تكرهها، وبقى سمعتها إنها لعبة سيئة جدا.
مثلا تقدر تهزم أوجر 3 نجوم باستخدام جوبلين نجمة واحدة بس لو استراتيجيتك مثالية. لكن زي ما بيقولوا، لعبة زبالة لشخص ممكن تكون كنز لشخص تاني. هانول في الحقيقة كان بيكسب فلوس كويسة من بث اللعبة لايف، لأن تفكيره التحليلي القوي بيخليه يهزمها بسهولة. علشان كده بقى معروف في مجتمع اللعبة إنه لاعب مخضرم جدا. اللعبة دي بقت طوق النجاة الوحيد ليه بعد ما حلمه كصياد انهار. لكن للأسف مش هيقدر يكمل الطريق ده كتير، لأن ده آخر يوم للعبة. المطورين قرروا يقفلوها نهائياً. ناس كتير على الإنترنت بتسخر منه، ومتابعيه بيسألوا هيعمل إيه بعد كده. هم فاكرين إنه عنده رخصة صياد فالموضوع بسيط، لكن الحقيقة القاسية إنه مش صياد شغال أصلاً، والموضوع ده بيوجعه جداً. ومع ذلك ما قالش الحقيقة دي للناس. بدل ما يفكر في القلق، قرر يستمتع بآخر يوم في اللعبة. وفي نفس الوقت كان في حدث سبيشال في اللعبة اسمه The Wave. الهدف بسيط: تحمي القلعة من موجات لا نهائية من الوحوش اللي بتطلع من بوابة. الموجة اللي هانول هيلعبها دلوقتي هي الموجة 700، منطقة محدش وصل لها قبل كده، وده خلاه متحمس لكن قلقان. بدأ اللعبة وموجة ضخمة من الوحوش خرجت من البوابة. علشان يوقفهم نشر رامي مستوى 100، لكن رامي واحد ما كانش كفاية وتم قتله. خسارة قاسية جدا، لكن هانول ما استسلمش. الوحدة اللي بعدها كانت ملكة الساكيوس مستوى 130، لكن للأسف هي كمان اتكلت بواسطة كلب جحيمي ب3 رؤوس. واحدة ورا التانية كل وحداته القوية ماتت، وفي الآخر بقى الدفاع 0. ولما الأمل كله اختفى، اللعبة فجأة عملت مفاجأة ضخمة، لأن تحدي الموجة 700 لأول مرة فعل شرط خاص، وده سمح لشخصية اسمها سوفرين إنها تستيقظ وتدخل المعركة. الشخصية دي كانت فارسة بسيف وشعرها أزرق وجنسها غير معروف. هانول اتصدم، لأن الشخصيات السيادة عادة مجرد NPC وما بتقتلش. لكن لما الوحوش هجمت، وقفت قدام بوابة القلعة بدون خوف. سحبت سيفها وضربت ضربة مليانة نور ملكي، قطعت الوحوش كأنهم في لعبة فروت نينجا. حتى هانول اللي لعب اللعبة آلاف المرات انبهر بقوتها. موجة تانية من الوحوش هجمت، قفزت في الهواء وأطلقت ضوء سحري دمر الأعداء. استمرت تضرب الوحوش لحد ما الأرض بقت مليانة جثث. والصدمة الأكبر إن ده معناه إنه أنهى الموجة 700 رسمياً. هانول طول حياته كان فاكر إنه السيادة مجرد شخصية شكلها حلو في الخلفية، لكن دلوقتي واضح إنها كود شيت حي. وفجأة لاحظ إن مفيش متابعين في البث وقع ومفضلش غير مشاهد واحد في الشات. الشخص الغامض ده بدأ يشكره جدا على مجهوده في غزو العالم، وقال إنه بفضله هيقدروا يعيشوا بسلام لأنه ساعد في إيقاظ سيدهم. هانول ما كانش فاهم الشخص ده بيقول إيه، لكن الأمور بقت أغرب بكتير لما فجأة بوابة سحرية انفتحت في أوضته، وظهرت قدامه نافذة نظام هولوجرام، والنظام قال إنه اكتسب مهارة جديدة. الكلام ده خلاه يفتكر كلام مدرسينه زمان. قالوا إن صيادين رتبة إي غالباً ما يقدروش يعيشوا في الدنجنز، لكن أحياناً ناس محظوظة بيصحلهم مهارات جديدة بعد سنين، والظاهرة دي نادرة جداً واسمها إعادة الاستيقاظ. ولما فهم إنه أخد فرصة تانية، هانول قرر يستغل الفرصة دي. هو كان متحمس جدا يعمل ظهوره الكبير كصياد مرة تانية، بس رغم إنه صح تاني، نافذة الحالة الأساسية بتاعته ما فيهاش أي تغيير، وده خلاه مستغرب جدا. أمله رجع تاني لما إشعار تاني ظهر واداله إمكانية يشوف تفاصيل المهارة الجديدة بتاعته. الملخص عرض قدامه اختيارين: يا إما يعمل صفقة مع السوفرين أو يتكلم مع السوفرين، وبما إنه ما عندوش أي فكرة الاختيارين دول معناهم إيه، اختار واحد وخلاص. اختار الديل with the sovereign. لكن قبل ما المهارة تتفعل مباشرة، تحذير أحمر بيومض ظهر قدامه وقال له إنه ما عندوش الهدف المطلوب علشان يفعل الشرط. هانول اتضايق جدا،
لسه كان فاكر إنه قرب خطوة من حلمه، لقى نفسه اتأخر خطوتين لورا. نور الشاشات قدامه خلاه يفكر في فكرة تانية. قرر يستجوب المشاهد الوحيد اللي كان بيهبط كلام غامض شوية من شوية قبل كده. أول ما شغل البث تاني، المشاهد ظهر أونلاين فوراً. وللتسهيل خلينا نسمي الشخص الغامض ده فيور 1. بعد ما قفل البث بحيث يبقى محادثة 1-1 بس، هانول بدأ يسأل الأسئلة الصعبة اللي محتاج يعرف إجابتها. بما إن الشخص ده ظهر في نفس اللحظة اللي حصل فيها الصحوة بتاعته، هانول متأكد إنه عنده الإجابات. من غير لف ولا دوران، سأله مباشرة لو يعرف أي حاجة عن الصحوة بتاعته. ولدهشته الكبيرة، المشاهد أكد إنه فعلا يعرف. هانول كان عارف إن الصحوة ظاهرة مستحيل البشر يتحكموا فيها. فهل ممكن الكيان اللي على الناحية التانية من الشاشة هو السبب إنه صحى تاني؟ فسأله بعدها ليه الحدث ده حصل فجأة؟ يعني ليه كيان مجهول يتدخل بس علشان يدي لاعب فاشل فرصة تانية؟ الكيان الغامض رد ببساطة إن السوفرين اختاره وخلاص كده. أما ليه السيد بيديله الفضل الضخم ده؟ فده علشان هانول كان السبب اللي صح السيد في الأساس. الكيان طمنه إن الضباب الكبير اللي مغطي تفكيره دلوقتي هيتبدد مع الوقت. أما بالنسبة للمهارات الجديدة فهو يعتبرها مجرد امتنان من سيدهم. هانول وقف التحقيق دلوقتي، وكل تركيزه بقى إنه يفهم إزاي يستخدم الهدايا الجديدة دي. المهارة اللي اسمها Conversation with the Sovereign ليها وقت تبريد، يعني لازم يستنى شوية قبل ما يستخدمها. هو قبل ده، بس طلب يعرف ليه المهارة التانية مقفولة ورا نظام دفع. الكيان الغامض لاحظ الغلطة فوراً وصححها بسرعة عن طريق إنه حول مباشرة 50 ذهب لمحفظة النظام بتاعة هانول. دلوقتي بعد ما بقى معاه العملة المطلوبة، هانول يقدر أخيراً يجرب مهاراته براحته ويفهم اللغز بنفسه. بعد ما خلص مهمته، الكيان قال له مع السلامة وسجل خروج من البث. هانول كان تايه تماماً، حتى قرص نفسه علشان يتأكد إنه عايش في حلم واقعي زيادة عن اللزوم. لكن في حاجة واحدة مؤكدة، الصحوة دي مش صدفة خالص. الكيان الغامض المعروف باسم اللورد هو السبب وراها مباشرة. فجأة إشعار من النظام ظهر وبيبلغوا إن تم إيداع 50 ذهب في حسابه. العملة الجديدة دي أخيراً خلته يقدر يفعل مهارة Deal with the Sovereign. وفجأة متجر رقمي ضخم ظهر قدامه وفي قائمة طويلة من الوحوش اللي يقدر يشتريها. لما بص لمحفظته، الوحدة الوحيدة اللي يقدر يشتريها بال50 ذهب هي سليف جوبلين. كل حاجة تانية كانت غالية بشكل مبالغ فيه. أغلى شخصية في القائمة كانت السوفرين نفسها، وسعرها عبارة عن رقم ضخم جدا من 11 رقم. مجرد النظر للرقم خلى دماغه توجعه. طبعا كان نفسه يضيفها لترسانته، بس السعر كان مرعب. لكن اللي شد انتباهه مش المهارة نفسها، اللي شد انتباهه إن نافذة النظام دي شبه اللي في اللعبة بتاعته بالظبط. الصور الهولوجرام الصغيرة للوحوش اللي بتلف جنب الأسعار كانت شبه نسخة طبق الأصل من لعبة MBM، مع شوية اختلافات بسيطة بس. وبما إن ميكانيكيات اللعبة كانت بتسمح له يستدعي الوحدات اللي يملكها، استنتج إن نفس الشيء المفروض يحصل في الواقع. ابتسامة مأكرة ظهرت على وشه. هو مش محتاج يبقى قوي جسدياً علشان يبقى صياد من الدرجة العالية. هو ببساطة يخلي المخلوقات اللي بيستدعيها تعمل الشغل التقيل. وبما إننا بنتكلم عن الذهب، افتكر حاجة فجأة. في لعبة MBM كان في طريقتين تكسب بيهم فلوس، يا إما تخلص الدنجنز يا إما تصطاد الوحوش وتبيع الغنائم. لو طبق قوانين اللعبة على الواقع يبقى لازم يقتل شوية وحوش علشان يزرع ذهب. لكن المشكلة الكبيرة إن إحصائياته الجسدية حالياً في الحضيض ضعيفة جداً لدرجة إنه مش قادر حتى يصطاد أضعف سلايم، فما بالك بأي وحش أخطر. وما عندوش خيار تاني، فأكد شراء سليف جوبلين. كرة زرقاء شبه البوكيمون ظهرت في الواقع وفيها الجوبلين التابع ليه. المشهد بعدها بينتقل لمبنى جمعية الصيادين المزدحم. هانول جاي يسجل رسمياً كصياد منفرد من رتبة E. بعد ما الموظفة فتحت سجله الجديد، لقت 4 مهام مناسبة لمستواه كمبتدئ. هانول قارن بينهم بعناية واختار عن قصد المهمة الأقل مناسبة لقدراته الجسدية الضعيفة، مهمة إبادة جوبلين في قرية بعيدة ورا الجبال. الموظفة حذرته بسرعة إن المنطقة دي بعيدة تماماً عن دعم الطوارئ. لو حصلت مصيبة هيبقى لوحده تماماً. لكن ده بالظبط اللي هو عايزه. آخر حاجة محتاجها دلوقتي هو إنه يلفت الانتباه. الموظفة حست بشفقة شوية على شاب صغير ممكن يرمي حياته كده، لكنها حدثت حالته بعد التحقق البيومتري.
عملية التسجيل خلصت وقالت له إنها هتبعت له تفاصيل المهمة على الموبايل. هانول بقى جاهز ينطلق وكان متحمس جدا لأول مهمة ليه. أول ما وصل للقرية البعيدة، العميل اللي طلب المهمة خرج يجري قبله. الراجل العجوز كان ممتن جدا إن صياد بوهادر قبل الطلب، لأنه قليل جدا من المستيقظين هيوافقوا ييجوا المكان البعيد ده مقابل مكافأة ضعيفة كده. ومع ذلك العجوز كان متشكك إن ولد نحيف زي هانول يقدر يتعامل مع الوحوش دي لوحده، وكان قلقان فعلا على سلامته. هانول قدر الصدق العجوز وابتسم بثقة وطمنه إنه مش هيسيب الوحوش القذرة دي تدمر القرية تاني. بعد ما دخل عمق الغابة اللي المفروض عش الجوبلين فيها، هانول شاف منظر غريب شوية. بدل ما يبقوا وحوش همجية بتتصرف بالغريزة، الجوبلين كانوا قاعدين بهدوء جنب جدول مية وبيشربوا زي البشر العاديين. هانول اتغهر الغرابة وفتح المخزن بتاعه وطلع المخلوق الجديد اللي اشتراه، اللي كان في شكل كرة زرقاء لزجة زي مدرب بوكيمون بالظبط. رمى الكرة الزرقاء بسرعة ناحية الوحوش. الكرة وقعت قدام الجوبلين المندهشين، والثانية تقريبا ما حصلش أي حاجة. هانول لقى نفسه في مصيبة كبيرة، واضح إن الكرة فشلت. الجوبلين فهموا إن الإنسان اللي قدامهم عدو، فأظهروا مخالبهم الحادة وقربوا بسرعة ليه علشان يمزقوه. عارف إنه ما عندوش خيار تاني، هانول استعد يحارب بإيديه الفاضية. بدل ما يهرب، قبض إيده واستعد يضرب ضربة يائسة. لكن في اللحظة اللي كان الجوبلين فيها هيغرز مخالبه فيه، النظام اشتغل أخيراً. الجوبلين اللي استدعاه ظهر بانفجار قوي وطلع من العدم وضرب الوحش المعادي بعصاية ضخمة. ولما هانول شاف المخلوق بتاعه عن قرب، حاجة ضغطت في دماغه فجأة. لما بدأ يبث لعبة MBM لأول مرة، أول وحش حصل عليه كان سليف جوبلين عادي، ومع الوقت كان لبسه معدة من مستوى الملوك وحول المخلوق الضعيف ده لوحش مرعب، لدرجة إنه كان قدر يهزم 100 موجة من الوحوش لوحده. وكان مسمي الجوبلين ده جونو. لما بص على إحصائيات المخلوق التابع ليه، بقى واضح جدا إن المخلوق ده لابس نفس معدات الA رانك القوية اللي هانول كان طحن نفسه علشان يجيبها في اللعبة، وده أكد له إن ده فعلا جونو بتاعه اللي اتجسد في الواقع. جونو بقى مجنون تماما في القتال، ومسك أول 2 جوبلين وقطعهم حتت حرفيا. الجوبلين الثالث والأخير استخدم آخر خليتين مخ عنده ولف وجري في الاتجاه العكسي، لكن حظه كان سيء جدا. جونو كان لابس حذاء ريفنز وينج بيت وبيتحرك بسرعة برق حرفيا. الجوبلين التابع انطلق عبر الساحة بسرعة وقطع الجوبلين الأخير حتت قبل حتى ما يلحق يصرخ. هانول وقف مكانه وفكه تقريبا وقع على الأرض من الصدمة. هو عمره ما أدرك قد إيه جونو مرعب في الواقع. بعد ما التهديد انتهى، جونو اللي متغطي بالدم رجع يتمشى ناحية سيده وبصله بوش لطيف جدا شبه جرو صغير وبيطلب طبطبة على راسه كمكافأة على شغله الحلو. هانول اتخرس تاني، ما كانش متوقع يشوف الجانب اللطيف ده من شخصية وحش. النظام رن بإشعار وقال له إن مستوى حب جونو 20/100، وكمان وضح إن لما يوصل لأقصى مستوى حب هيفتح مهارة جديدة تماما. هانول اللي كان عملي جدا قبل كده وكان متردد حتى يلمس الوحش اللي استدعاه، وقع على ركبته فورا وحضن الجوبلين كأنه أخوه اللي ضاع منه من زمان. لكن لما رجع يركز في المهمة الأساسية، لاحظ مشكلة كبيرة: الجثث ما وقعتش أي غنائم. طيب هو كده هيزرع دهب إزاي؟ لحسن الحظ جونو كان فاهم الموضوع، قفز من جثة للتانية ودخل إيده في صدرهم علشان يستخرج جوهر الحياة بتاعهم، اللي كان على شكل حجارة مانا خفيفة الإضاءة. بوابة زرقاء سحرية ظهرت جنبهم وجونو رمى أحجار فيها بكل بساطة. في المقابل، قلعة الوهم الخاصة باللورد حولت مباشرة 30 ذهب لحساب هانول. دلوقتي كل حاجة بقت مفهومة. الوحوش مش بتوقع فلوس، لازم يستخرج أحجار المانا ويبدلها عن طريق النظام. هانول غرق جونو بالمدح والحب علشان فهم الميكانيكية بسرعة، وبعد ما ضمن الذهب بدأ يستعد يجمع دليل مادي يثبت إنه خلص المهمة للجمعية. لكن يبدو إن الجوبلين الثلاثة كانوا مجرد مقبلات. فجأة صوت فوضى عنيفة طلع من عمق الغابة. الأرض بدأت تهتز مع كل ثانية، الأشجار بدأت تتكسر وتتفتت بعنف، وفجأة وحش عملاق ظهر قدامهم: أوجر. هانول فوراً بدأ يراجع قرارات حياته. أوجر بالحجم ده المفروض يظهر في بوابات B رانك أو أعلى، مستحيل يكون بيتجول في منطقة مهمة E رانك. لكن حاجة لفتت انتباهه: الوحش كان بيجري نفسه ومتغطي بجروح جديدة،
واضح إنه كان في قتال عنيف قبل كده، لكن حتى لو مصاب ما ينفعش أبدا تستهين بوحش مستوى باص. والأسوأ من كده، إشعار النظام ظهر بالأحمر وقت استدعاء جونو باقي منه 3 دقايق بس. جونو تقدم للأمام بدون أي خوف رغم إن خصمه أكبر منه 4 أضعاف. بص لسيده بنظرة واثقة كأنه بيطلب منه يثق فيه، وفعل حذاء ريفنز وينج بيت وانطلق يجري بسرعة هائلة ناحية الوحش العملاق. الأوجر زعق بصوت مرعب ومسك جذع شجرة مقتولة ولوحه زي مضرب بيسبول علشان يسحقه، لكن جونو كان سريع جدا، قفز عالي في الهواء وغير وضعه في الجو علشان يزيد سرعته لأقصى حد، ونزل زي نيزك ملكي. وجه ضربته بعصاته مباشرة ناحية جمجمة الأوجر. الأوجر رفع إيده الضخمة بسرعة علشان يحمي نفسه، لكن جونو موقفش. الضغط كان أقوى من إن الوحش يتحمله، وصوت كسر مقرف اتسمع لما عظام إيده اتكسرت وضلوعه انهارت. جونو زود قوته أكتر وطلع موجة صدمة قوية هزت الغابة كلها، لدرجة إن هانول اضطر يتزحلق لورا علشان يثبت نفسه. وفي النهاية الأوجر اتسحق تماما تحت القوة الهائلة دي. هانول كان مذهول تماما من القوة المرعبة دي، وجري ناحية جونو ورقص رقصة صغيرة فرحان بالنصر. قبل ما يختفي ب3 ثواني بس، جونو بسرعة طلع حجر المانا الضخم من صدر الأوجر وقدمه لسيده، وبعدها اختفى ورجع لشكل الكرة الزرقاء تاني، وساب هانول ماسك نواة مانا عالية الجودة. البوابة السحرية ظهرت تاني علشان تستلمها. لما رمى حجر المانا فيها حصل على 100 ذهب، وده خلى رصيده يوصل ل 130 ذهب. لكن النظام كان لسه مخبي مفاجأة كمان. بما إن دي أول مرة يقتل وحش رسمياً، اتكافئ بتذكرة جاتشا مميزة. التذكرة دي بتخلي اللاعب يسحب أدوات نادرة جداً، مع إن أي لاعب قديم عارف إن نسبة الحظ غالباً بتكون سيئة جداً. لما فعل التذكرة، صندوق مزخرف مليان أشياء غامضة ظهر قدامه. النظام كشف حقيقة مهمة: المعدات الملكية اللي طلعها من الجاتشا مش بس للمخلوقات اللي بيستدعاها، هو كمان يقدر يلبسها بنفسه علشان يقوي إحصائياته الضعيفة جدا. لكن قبل ما يحتفل بإمكانياته الجديدة، صوت تكسير أغصان الأشجار خلاه ينتبه. في حد جاي. مجموعة كاملة من المستجدين المسلحين دخلوا المكان. واضح إنهم كانوا بيتتبعوا أثر الأوجر المصاب. الأثر فعلا وصلهم لهدفهم، لكن المشكلة إن الهدف ميت بالفعل. أول ما هانول شاف الفريق كويس، قلبه وقع من الخوف. هو عرف فورا الست اللي بتقودهم، يون سو قائدة الفريق الثاني من مقرة بونج باك الشهيرة. واضح جدا إن فريقها هو اللي كان بيقاتل الأوجر قبل كده وضعفه قبل ما يهرب، والتعامل مع نقابة عالية المستوى بسبب سرقة قتل مش هيكون سهل أبدا. هانول حاول يهرب بهدوء من المكان، لكن سو صرخت فيه: اقفل مكانك. فريقها انتشر فورا وحصروه من كل ناحية. بعد ما عرفت نفسها رسميا، قالت بحدة إن الأوجر الغريب ده كان فريسة هم. واضح إنها مش مبسوطة خالص بالموقف، ولا بالحقيقة إن حد تاني خطف قتلهم. الموقف بقى متوتر جدا بالنسبة لهانول. سو بصت لجسم الأوجر وبدأت تتساءل إزاي الشخص ده قدر يهزمه لوحده حتى لو كان مصاب. 3 منهم من رتبة بي رانك حاولوا يهزموه قبل كده وما قدروش، فبناء على ده استنتجت إن هانول لازم يكون على الأقل صياد من رتبة A. وهي بتتصرف بناء على كده، بتمد إيدها وبتعرف نفسها إنها سوا من جلد بومباش. البنت عايزة تشوف هي بتتعامل مع نوع إيه من الرجالة، فهانول بيرد بهدوء وبيعرف نفسه هو كمان. الجزء الصادم إن سوا قدرت تحس إن رئيس ملائكة مهتم فعلا بالشخص اللي واقف قدامها. ده ضايقها ومش قادرة تحدد إيه اللي مخلي الراجل اللي شكله عادي ده مميز كده. بدافع الفضول عن قدراته، بتسأل هانول إذا كان اصطاد الوحش لوحده. هو بيرد بشكل غامض وبيعترف إنه عمل كده. ده بيخليها متوترة وبتخليها تتساءل لو الراجل ده مخبي حاجة. بعد كده بتشرح إنهم هم اللي كانوا متورطين في المعركة السابقة مع الأوجر، وإنها مبسوطة إنه قدر يوقف الوحش قبل ما أي ضرر يحصل. صاحبنا بيرد ببساطة ويقول إنه كان محظوظ، لكن سوا عارفة إنه بيقول كلام فاضي، لأن الأوجر مستحيل يتقتل بالحظ لوحده. دلوقتي بقت شاكة فيه تماماً، وعلشان تتصرف بناء على كده بتوافق إنها تسلمه كل مكافأة الدفع الخاصة بالأوجر اللي كانوا بيطاردوه. يعني ببساطة جلد بومباش هيتواصلوا شخصياً مع الصياد هانول علشان دوره ويدوله الفلوس.
ده معروف صادم حتى الهنول نفسه اللي مش مصدق إنهم طيبين بزيادة لدرجة إنهم يسلموا فريستهم. سوا ذكية لأنها بتضيف شرط مقابل وهو سؤال كانت عايزة تسأله. طبعا صاحبنا كان عارف إن الصفقة حلوة زيادة عن اللزوم علشان تيجي ببلاش، لكنه بيتفاجئ لما البنت دي ببساطة بتمدله موبايلها. المضحك إن سوا شكلها زي بنت صغيرة بتحاول تاخد رقم الكراش بتاعها دلوقتي، حتى هي نفسها متلخبطة وهي بتطلب رقمه، بينما بطلنا الجامد الغبي شوية مش فاهم أصلاً إيه اللي بيحصل. المشهد بيتحول لصاحبنا وهو بيقابل عم القرويين اللي مدينين جدا للصياد لأنه أنقذ حياتهم. هانول بس مبسوط إنه فتح لهم طريق آمن فوق الجبل، وبيعرف قد إيه القرويين دول عانوا كتير. زعيم القرية عايز يرد الجميل. العرض ده بيجي في وقته لأن هانول فضولي جدا يعرف مكان المعلم الشهير بتاع نصب التدريب. الراجل العجوز بيدله على طريق نازل لتحت وبيأكد له إنه هيلاقيه في الآخر، وإن نفس الطريق ده بيجلب الحظ الجيد. هانول مزاجه كويس حتى لو هو مش مؤمن بالخرافات. وهنا كمان بيظهر صندوق الكنز الخاص بسحب الجاتشا. ببساطة صاحبنا عايز يزود حظه لأقصى درجة قبل ما يفتح صندوق الكنز المشهور ده، على أمل إن حاجة كويسة تطلع منه. موبايله بيرن وبتطلع سوا تاني وبتبعت له رسالة علشان ترتب مكافأة القتل. هو متفاجئ فعلا إنها مهتمة بيه بالشكل ده. الجزء المثير فعلا إنها حتى بتستخدم رقمها الشخصي بدل رقم الجلد. لكن على أي حال هانول مش فارق معاه الكلام ده، وكل اللي مهتم بيه دلوقتي إنه يفتح صندوق الكنز، حاجة ما كانش يتخيل إنه هيفتحها في حياته الحقيقية. حتى لو نسب السقوط في الصندوق ده سيئة جدا، هو راضي إنه عنده فرصة يحصل على أداة برتبة عالية. هانول مش طالب كتير، بس بيتمنى يجيب سحب رتبة إيه. هانول بيفتح الصندوق وبيطلع منه ضوء لامع بيظهر مجموعة أسلحة مختلفة من رتب متنوعة. أعلى رتبة بينهم كانت رتبة إس، درع أحمر دموي متشابك مع دهب. بعد ما العرض خلص الضوء بيلمع دهبي قوي قبل ما يتحول للأحمر. صاحبنا بيبص على الأثر الأعظم بدهشة، والمشهد بيقف فجأة قبل ما نعرف مكافئته. نرجع للبيت، هانول قاعد بيفكر في الوضع الحالي. رغم إنه لقى طريقة يجمع دهب، المشكلة دلوقتي هي اختيار تدريب الوحوش، لأنه مش فاهم إيه المشكلة في النظام. في قائمة الوحوش الحالية يقدر يوظف مقاتل جوبلين، لكن لصدمة كبيرة كمان متاح أوجر بيرسيركر. الجوبلين المحارب العادي سعره 70 دهب، فده مش المشكلة. لكن الجزء المحير هو الأوجر البيرسيركر اللي سعره 420 دهب، ورغم إنه فوق مستواه لسه متاح للتوظيف. وفجأة الفكرة بتيجي في دماغ صاحبنا. النظام بيسمح له يوظف الوحوش اللي قتلها هو بنفسه. لو الكلام ده صح يبقى طبيعي ليه بس الجوبلين والأوجر مفتوحين رغم فرق الذهب. ده معناه إن هانول لازم يصطاد الوحوش دي بنفسه. وبالمناسبة صاحبنا ما أخدش الدرع، لكنه حصل بدل منه على نظارة بدرجة فريدة بتزود إحصائياته وبتديله مهارة. هو نفسه متفاجئ إن أداة فريدة جات له أصلاً. الأثر ده عالي الجودة وواحد من نوعه. وبالمناسبة الأداة الفريدة في اللعبة أقوى من 3 أدوات رتبة A أو أكثر مجتمعين. لما لبس النظارة علشان يجربها فتح أسرار الكون. كل إحصائياته زادت 5 نقاط، وكمان اتفتحت مهارة جديدة اسمها عين الحكيم. المهارة دي بتخليه يعرف تفاصيل عن العدو وإحصائياته ومهاراته، وبيقدر يستخدمها مرتين في اليوم. ببساطة زي مهارة تقييم أو فحص. هانول منبهر بزيادة الإحصائيات وبيشوف التأثير الفريد ده حاجة مجنونة. لكن فجأة النظام بيظهر تحذير عن موجة جاية، وبيطلب منه يجهز دفاعاته. الإشعارات بتنهال عليه بشكل هستيري، ولرعبه الشديد بيعرف إن الموجة رقم 701 هتبدأ بعد 10 دقايق، وهو أصلاً مش عارف يجهز دفاعاته إزاي. كل اللي متخيله جيوش جحيمية من الوحوش هتهجم عليه أول ما الموجة تبدأ. الوضع عامل زي واحد ليفل 1 بيواجه الضابط الأخير. الفشل معناه الموت. الموجة هتبدأ وصاحبنا بيسأل نفسه هيوقف الوحوش دي إزاي. اللعبة في الأساس لعبة دفاع عن القلعة. الهدف فيها إنك تمنع الوحوش توصل للقلعة، زي ألعاب تاور ديفنس.
دلوقتي عنده 5 وحوش قابلة للنشر، 4 جوبلin وآخر واحد أوجر. لكن المفاجأة إن الموجة 701 فيها الكونت جولار، ومعاه وحدة النخبة أطفال التنانين. العدو ده تقييمه 6 نجوم ومعاه جيش 61 تنين، ووحش ب6 نجوم مش باين إنه هيكون قتال سهل. ترتيب النجوم بيدل على قوة القتال وكمان إمكانيات الوحش. واضح جدا إن لو الفرق بين النجوم كبير زيادة، وحش واحد هيسحق التاني بسهولة. الجزء المقلق فعلا هو إنه مطلوب منه يتعامل مع وحش 6 نجوم كامل بفريقه الصغير اللي كله نجمة واحدة. مهما عمل إيه، النتيجة واضحة، صاحبنا هيتدمر حتى من تنين واحد بس. هنول أصلا ما عندوش دهب ولا وحوش تانية تساعده في الخطة. فجأة النظام بيديله ميزة فريدة وبيسمح له يستخدم مبنى دفاعي واحد وأداة واحدة هتتوزع على كل قواته. دلوقتي ممكن تفتكر إن ده مساعدة كبيرة، لكن صاحبنا متضايق من فكرة إن النظام متوقع منه يعدي المرحلة بالشكل ده. الوضع مجنون، لكن هنول لازم يعمل أفضل حاجة باللي معاه، خصوصا إنه لاعب مخضرم في اللعبة اللعينة دي. بيبدأ يلاعب البيئة حواليه ويفكر في طريقة يوقف بيها الموجة اعتمادا على خبرته. ومع إن باقي 8 دقايق بس، بيتحرك بسرعة جنونية وبيحسب كل العناصر المختلفة لحد ما المؤقت يوصل ل15 ثانية. بعد التحضير الساعة توصل للصفر. هنول جاهز يواجه الموجة. الموجة بتبدأ بانطلاق غضب الوايفرنز اللي بيغطوا السماء كلها بعددهم. هدفهم واضح، البرج أو القلعة في الحالة دي. الجيش بيقودوا الكونت. في بداية الموجة الوايفرنز بيخبطوا الحاجز بعنف وبيحاولوا بكل قوتهم يفتحوا ثغرة. الكونت القوي اتضايق لما شاف إن وحوشه مش قادرين يعملوا حاجة. كام وايفرن كمان بيتجمعوا علشان يكسروا الهيكل المعزز، لكن ده كله بفضل خطة هنول. أول حاجة عملها إنه استخدم ميزة الحاجز اللانهائي اللي زود الدفاعات ل100 ضد أي هجوم. الحاجز اللانهائي غير قابل للتدمير، لكن ليه شرط إضافي: ينفع يتستخدم بس لما عدد الوحوش أقل من رتبة 2 نجمتين بالنسبة للاعب. لكن رغم محاولات صاحبنا، وايفرن واحد فجأة أطلق نفس ناري قوي وسبب ضرر ودمر الحاجز. لكن بفضل تأثيره الدرع بيتجدد، وده اللي مخلي الحاجز لسه عايش. لكن في مشكلة كبيرة: الحاجز بيحسب كل هجوم على إنه ناقص نقطة واحدة، ولو 61 تنين هجموا مع بعض المتانة هتنزل لأقل من النص فورا. دي هي الثغرة، لكن صاحبنا عنده حل ليها برضه، اسمه الضغط المتكرر بسرعة. صاحبنا بياخد إلهام من لعيبة لعبة OSU. كل ضغطة بتزود المتانة نقطة، وده بيخلي حدود الشفاء معتمدة على سرعة صوابعه. إيد هنول بدأت توجعه، لكن ده أرخص طريقة يضمن بيها دفاع كامل للحاجز. دلوقتي السؤال الأكبر: إزاي أصلاً هيهزم الوحوش الملكية دي؟ الإجابة بسيطة: الحاجز بيعكس هجوم وايفرن واحد وبيسبب له نقطة ضرر. في العادي الجوبلin ما يقدرش يأذي وايفرن، لكن بفضل الأداة الخاصة ملعقة هاكان الظروف اتعكست. الأداة دي رتبة A وبتخليه يسبب ضرر مهما كان فرق الرتب. الوايفرنز بدأوا يضعفوا حتى لو الضرر نقطة واحدة بس. واحد من الوحوش لاحظ الجوبلin الغبي اللي بيتريق عليه، لكن رغم حضبه كله التنين مش قادر يعمل حاجة. بالطريقة دي صاحبنا هيحتاج حوالي 60 ساعة كاملة علشان يخلص الجيش كله. المشكلة دلوقتي إنه يحافظ على تجديد الحاجز لمدة 60 ساعة مجنونة. معركة استنزاف بدأت. هنول بيضغط بإصبعه وبيتساءل مين هيموت الأول، الجوبلينز ولا هو؟ قوات الكونت ضد قوات هنول، والهجوم والدفاع وصلوا لحالة تعادل. بعد شوية صاحبنا بدأ يتعب، ولما حاول يوصل للمية جسمه كله رعش من البرد. المشكلة إنه مش مسموح له يتفاعل مع أي حاجة بره اللعبة. باختصار هنول لازم يتحمل من غير راحة، ولا مية ولا أكل ولا أي حاجة، بس علشان يكسب اللعبة. أي شخص طبيعي كان هيتجنن من اليأس، لكن الراجل ده معمول بطريقة مختلفة وبيعتبر ده مجرد بداية اللعبة. فجأة تنين انفجر بغضب كارثي وأطلق نفس ناري ضخم ضرب الحاجز بقوة. لكن الإحساس إنه محاصر هو السبب اللي مخلي صاحبنا يعشق اللعبة دي. لسه عدى ساعتين بس وفاضل 58 ساعة.
عقوبة الموت كبيرة جدا لأن العالم كله هيتدمر. عشان كده هانول دخل مود ملك الجيمرز وقرر يسيطر على الموقف ويقاتل أقوى. 12 ساعة مؤلمة عدت بسرعة وهو لسه موصلش للنص. الضرر هيزيد مع الوقت، لكن الجوبلينز بيقضموا التنانين ببطء. 2 وايفرن وقعوا، لكن باقي الجيش لسه موجود. هانول علضي بالنتيجة دي وعايز بس يكمل بنفس الطريقة. 3 وايفرن كمان وقعوا، روحه لسه صامدة. عدى يوم كامل وهو قتل بس 10، بعدين 12، ولما كام وايفرن حاولوا يكسروا الحاجز 2 نصف درايك ماتوا. الكونت بدأ يدرك إن أعداده بتقل، مزيد من الوايفرنز بدأوا يسقطوا وكمان نصف الدرايك، وبعد جولة مجنونة جدا مفضلش غير وحشين بس. في اللحظة دي هانول حتى ما قدرش يلمس الشاشة وما قدرش يجدد متانة الحاجز. جوبلين واحد أطلق هجوم، لكن الوايفرن اخترقوا وطار مباشرة ناحية الدرع. الهجوم ده كان ضربة حاسمة. الحاجز اللانهائي اتدمر رسميا، والثواني القليلة اللي هانول ارتاح فيها كانت كفاية إن الحاجز ينهار. ولو القلعة اتضربت ضربة واحدة بس في حالتها دي هتقع، لكن الجوبلين جو قرر يعمل حركة تضحية وتقدم مباشرة يواجه التنين. وبصراحة ده أروع تصوير لجوبلين شفته، شكله كأنه يستاهل منهو كاملة لوحده. المهم الاتنين كانوا على وشك يتصدموا، جوبلين ضد تنين. جو ركز كل قوته وضرب جمجمة الوحش. المطرقة بتاعته كانت قوية للدرجة إنها صدمت حتى هانول. التنين اتغلب وحتى الكونت وقع، وبكده الموجة انتهت رسميا، وده صدم هانول. صرخ من الفرحة، لكن قبل ما ياخد نفس وقع مباشرة، ولما صحي تاني كانت الشمس طالعة ومنورة. صاحبنا أصلا معرفش إمتى اتبهدل كده. بيبص على شاشة النظام وبيلاحظ إن الموجة اتخلصت، والنظام بيديله مكافآت: 20 عظمة آيفرن و10 حراشف دريك و5 قلوب دريك. دي اللوت اللي أخدها من المهمة، لكن هو بصراحة مش عارف هيستخدمهم في إيه أصلا. بعد كده النظام بيشرح له إن فاضل 3 شروط علشان يقدر يعمل محادثة مع السيد. أول شرط إنه يجمع وقت لعب 50 ساعة، والشرط التاني إنه ينجح في الدفاع. هانول أصلا مش فاهم هدف المحادثة ولا فاهم ليه أصلا مقفولة ب3 شروط، لكن على أي حال صاحبنا مبسوط إنه خلص 2 منهم، يعني قريب هيقدر يستخدم الميزة دي. بعد كده بتيجي المكافأة الأخيرة اللي هياخدها بسبب إنه خلص الموجة. الشاشة بتلمع نور قوي بينور الأوضة كلها وبيفاجئ هانول، وفي اللحظة دي بنشوف موبايله. واضح إن صاحبنا اتصلوا بيه 7 مرات كاملة من المعجبة بتاعته سوا. في جيلد بونج بيك أخو سوا رافض يفهم الموضوع، إزاي نفس الراجل اللي المفروض إنه رتبة إيه قدر يهزم أوجر. الراجل الضخم ده طويل جدا وفاكر إن صاحبنا نصاب، لكن سوا أكدت إن في إشاعات عن إعادة استيقاظ هانول. سو هيوك مش مصدق الكلام لأن إعادة الاستيقاظ نادرة جدا. وفي اللحظة دي بيظهر الشخص نفسه هانول، وهو داخل بسرعة علشان يتكلم معاهم. هو عارف إنهم مستنيينه بقالهم شوية، فبيعتذر علشان كان مش متاح. رغم إنه بيعتذر كتير، سو هيوك لسه متضايق لأن الراجل خلى أخته تستنى 3 أيام. سوا بتزعل أخوها وتقول له يبطل، وفي نفس الوقت هانول لاحظ العلاقة بينهم. سوا بتشرح له موضوع مكافأة الأوجر وكمان تسوية الدفع، لكن هانول حابب يبدأ الأول بتقرير الجمعية. فبيروحوا لمكتب الموظفين، وهناك موظفة الاستقبال بتستقبل شهادة سوا الشخصية إنها شافته وهو بيهزم الأوجر. هي عارفة إن محدش تاني كان ممكن يوصل حتى لو مفيش دليل مادي. سو هيوك بصفته الأخ الحامي زيادة عن اللزوم بيبص للموظفة بحدة لمجرد إنها بتسأل، فهي فوراً بتتراجع، لكنها برضو بتقول إن وحش بمستوى رتبة بي لازم يتأكدوا منه رسمياً. يعني ببساطة هيقيسوا إحصاءات صاحبنا علشان يشوفوا هل قصته صح ولا لأ، وده هيتم بجهاز قياس المعنى. وهنا المشكلة، سوا فاهمة إن الراجل ده عمل إعادة استيقاظ، لكن حتى هي ما قدرتش تشوف إحصاءاته، فقلقانة لدرجة إنها بتشهد لصالحه ويقترحوا طريقة تانية للتحقق. لكن صاحبنا نفسه واثق جدا وقال إنه مستعد يقيس المانة فورا. في المشهد اللي بعده الجهاز بيقيس إحصاءات واحد من الأعضاء ويطلع رتبة دي. بعد كده يجي دور صاحبنا. سوا طبيعي قلقانة، لكن أخوها شايف إن ده أفضل موقف لأنه عايز يشوف إيه نوع الإمكانيات اللي خلت الكوكبات تهتم بهانول، ولو ما عندوش قدرة يبقى ما يستحقش الاهتمام أصلا. أخيرا هانول بيحط إيده على الحجر الضخم
ومفيش عليه أي حاجة تزود إحصاءاته. عدى وقت طويل من آخر مرة وقف قدام جهاز زي ده، ومثله زي باقي الصيادين هو كمان اتقاس المانا بتاعه من 7 سنين. الجهاز بيبدأ يشتغل علشان يقيس إحصاءاته، والكل مستني. سو هيوك شد انتباهه رد فعل معين، وفجأة الجهاز خلص القياس. هانول واقف والنتيجة ظهرت، رتبة اس كاملة. تطور مجنون خلى كل الموجودين يتفاجئوا. هانول نفسه ما كانش يعرف إنه بقى رتبة اس لحد ما أخد المكافأة الأخيرة من المهمة. القصة إنه وقتها أخد مهارة جديدة اسمها ظل السيد. المهارة دي بتضيف إحصاءات أقوى وحش في الموجة السابقة لإحصاءات اللاعب، لكن في شرط: الإحصاءات دي بتستمر 30 دقيقة بس، وكمان تستخدم مرة واحدة في اليوم. ببساطة صاحبنا يقدر يستخدم إحصاءات الكونت جولار لمدة معينة، وده بالظبط اللي عمله. رفع إحصاءاته لمستويات خرافية، وبكده بقت مثالية لقياس المعنى، لأنه طول ما المهارة مفعولة قوته تقريبا زي رتبة اس، محدش يقدر يحس بأي حاجة. العالم كله هيعتبره ببساطة مبتدئ رتبة اس. الأخ والأخت اتصدموا، حتى سو هيوك اضطر يمدحه رغم تردده. بعد ما القياس خلص اتأكد رسميا إنه الشخص اللي هزم الأوجر. واحد من الأعضاء قال إن ده كل اللي كانوا محتاجينه. هانول شكر الأخ والأخت علشان ساعدوه يخلص الإجراءات بسرعة، وكان ناوي يمشي فورا. لكن وهو خارج سو هيوك أوقفوا علشان يشربوا قهوة ويتكلموا شوية. الدعوة جاية من نائب رئيس الجلد، يعني دعوة كبيرة خلت كل الناس تنتبه. الناس مهتمة بالتطور ده، لكن صاحبنا بتكبر شوية ورفض العرض، وقال إنه محتاج سوى بس لو حابب أي معلومات عن الجلد. وبعد ما قال كده مشي من المكان وساب أخوها مصدوم ومش لاقي كلام يقوله. رجع البيت ولقى وشه في كل الأخبار. البث بدأ وجمعية الصيادين أعلنت إن رتبته الحالية بي، لأن الجمعية ما بتسمحش إن صياد يقفز أكتر من 3 رتب مرة واحدة. حتى البث بتاعه في ناس بتشتم اللعبة التعبانة. صاحبنا عامل نفسه بارد وكأنه مش هو اللي بيتكلموا عنه. المشاهدين مجنونين بسبب الصياد السري رتبة اس اللي وقف قدام سو هيوك، وبيتكهنوا إنه ممكن ينضم للجلد، لكن عرفوا كمان إنه رفض. وأثناء ما الناس بتتكلم عنه، هانول قال إنه عنده محتوى جديد للمشاهدين، محتوى متعلق بالصيد، لكن المشاهدين مش مهتمين قوي، فقرر يجذبهم بطريقة تانية، وسألهم يقترحوا دنجن معين علشان يخلصوا. الناس اتصدمت إنه ناوي يبث الغارة بالكامل، لأن ده غير قانوني. في اتفاق سري للصيادين ما ينفعش يتكسر، فهو قال إنه هيعرض شهادة إنه خلص الدنجن وبعدين يحكي القصة. الناس متحمسة جدا للقصة. الجلدات اللي بتحاول تخبي أسرار الدنجنز ممكن تتفضح بسبب ستريمر واحد من المشاهدين اقترح دنجن عش التنين المجنون، لكن واحد تاني اتبرع ب50,000 واقترح مطبخ العمالقة. وبعدين مشاهد ثالث اتبرع ب1,000,000 وقال له يروح لغابة العماكب ويقطع رجلين الملكة. الفرق بين 50,000 و1,000,000 ضخم جدا، والتبرعات بقت مرعبة حتى لصاحبنا. قال لهم يهدوا شوية وبص على أعلى إشعار: 10 مليون اتبرعوا له. الكل اتصدم. واضح إنه عنده معجب غني جدا، لكن الحقيقة إن المتبرع هو مساعد السيد اللي عايز يتكلم مع صاحبنا. هانول مستغرب جدا المبلغ الضخم ده، فسأل المشاهد هو عايزه يروح فين. الكيان رد وقال إنه يروح لأعمق مكان في حديقة التأمل. المشاهدين التانيين قالوا إن ده فخ موت، لأن محدش قدر يخلصه بقبله. حديقة التأمل فيها 3 مناطق: المدخل، البحيرة، وأعمق جزء. المدخل معتبر آمن نسبيا للصيد، لكن المشكلة الحقيقية هي البحيرة في النص. محدش أصلا عارف إيه في أعمق جزء، لأنهم ما قدروش يعدوا البحيرة. الشخص الوحيد اللي وصل قريب كان سو هيوك نفسه، لكن وقف عند حدوده. ودلوقتي صاحبنا مطلوب منه يعمل نفس المهمة، وهي مستحيلة حتى حسب تحليله. المشاهد الأول قال إنه مش لازم يخلص الدنجن كله، يكفي إن هانول يوصل لأعمق نقطة. ده خلى المهمة أسهل شوية، وكمان وعده بدعم إضافي لو قدر يخلص الدنجن كله. لكن باقي المشاهدين رفضوا الفكرة المجنونة دي، لأنها ممكن تقتل ستريمر بس علشان المحتوى. صاحبنا عارف خطورة الموضوع، لكن شايف إنه يقدر بس يوصل لأعمق نقطة ويرجع. وكمان المشاهد الأول عايزه يخلص الدنجن ووعده يدعمه. هانيل مش متحمس خالص للمهمة دي، بس في الآخر بيزعق جامد إنه جاهز. بنروح لمكتب الصيادين. موظفة الاستقبال بتاخد طلبه إنه يتحدى حديقة التأمل في مهمة منفردة. بعد ما بتعرف إنه مهتم يستكشف أعمق جزء، بتفكره إن ده أخطر مشوار لوحده.
هانيل بيقول له بس خلي الطلب يتسجل، فبتسجله الموعد بعد أسبوع. بس ولدنا بيضغط عليها إنها تديه الموافقة أسرع، مش محتاج ياخد حد معاه في مهمة منفردة أصلا. هي بتعرض عليه بكرة كموعد، وده هانول موافق عليه. المفروض يجي الساعة 4، وهانول بيخرج بعد ما حجز. وهو طالع من المبنى بيظهر له ثنائي غريب عايز يتكلم معاه. ميونج هون وسوان، قادة فرق الموائد البشرية في نقابتي إيجس وساناراي، بيقابلوه. ولدنا عارف إنهم عارفين مؤخراً عن إعادة تقييمه. إيجس ونقابة سانتا فرحانين جداً يضموه ليهم. هم فعلياً من أكبر 3 نقابات في كوريا. كمان بيقدموا شروط أفضل بكتير من أي حاجة عرضتها بونج باك. بس هانول أصلاً مش مهتم بأي كلام نقابة، ويمشي مركز على مهمته. مش محتاج يفكر في الانضمام لنقابة، لأنه ده هيقفل له طريقه. أولويته الأساسية هي الزنزانة. وبالمناسبة سو يوك بيستلم تقرير جديد من هانيل نحسه عن مهمته. هانيل بيشرح إنه ناوي يوصل لأعمق جزء، نفس الجزء اللي حتى سو يوك ما قدرش يوصل له. علشان كده بيتصل بالأس رانكر علشان معلومات. طبعا سو يوك عارف إنه مش محتاج يفضح أي حاجة لحد ما ولدنا يكشف إنه عنده طريقة سرية لتخطي الزنزانة. الكلام ده بيصدم نائب القائد، وولدنا بيطمنه إنه هيعلن علنياً إنه خلص الزنزانة بمساعدة بونج باك. ده بيخلق حافز متساوي لمشاركة المعلومات، علشان كده سو يوك موافق. بس فضولي يعرف إذا كان هانول فعلاً عنده طريقة. هانول بيأكد له إن كلامه صح. نائب القائد بيقدم اقتراح تاني يحاول يقنعه ينضم للنقابة. هانول بيرفض فوراً. لما سو يوك يحاول يعمل نفسه الوحيد اللي مهتم، هانول بيكشف إن إيجس وساناراي كمان اتواصلوا معاه. المعلومة دي ضربت نائب القائد زي الصدمة، لأنها أكدت إن القادتين التانيين بيتحركوا بسرعة. هانول بيضغط أكتر، مؤمن إن عرض بونج باك مش مهم بالنسبة ليه. بعد ما خسر سو هيوك في التفاوض، بيوافق ويحدد حاجة. هو ما عندوش أي معلومات عن الأعمق، وإن تركيب الزنزانة ممكن يكون اتغير السنة دي. هانول موافق على ده وبيستغل اللي يقدر عليه. بيوصل للمكان المخصص وهو لابس نظارته، والرجالة قدامه بياخدوا بالهم فوراً. كوانجو بيقدم نفسه كعضو من نقابة بولجل. هانيل بيرد التحية، بس القبضي أصلاً عارف عنه كتير من التقييم. ده متكبر وما اشتغلش قبل كده مع اس رانك، ومتضايق إنه هانول متقدم لوحده. الراجل متضايق جدا وبيقول بطريقة وقحة إن نقابته عندها مهمة ومش هيساعدهم خالص. هانيل مش شايف أي تهديد ويوافق على الوضع. الراجل بيتمشى كأنه اس رانك ملهاش قيمة في القتال الحقيقي. حتى هانول ما كانش متوقع إن الرجالة دول هيتصرفوا كده في اليوم الأول. محظوظ إنه دخل، بس للزنزانات زي دي لازم يكون في عدد محدد من الفريق وحجز لمدة شهر. الأعضاء منتظرين من فترة، وولدنا دخل في اليوم الأول، فمتضايقين من ده. على أي حال هو بيشغل عين الحكيم بتاعته عشان يعرف رتبهم. الكل ضعيف ومش هيقدروا يواكبوه في الأجزاء الأعمق. ده معناه إنهم ممكن يكونوا مجرد جواسيس. هانيل عارف إنه مش هيقابلهم هناك. الراجل الأصلع بيرجع ويسأل ليه بيبتسم. هانيل بيقول له افتكر نكتة مضحكة، بس الأغبياء دول حساسين جدا واعتبروها إهانة وعايزين يضربوه. في النص موظف المكتب بيشغل بوابة الغارة على الزنزانة، صاعقة خضراء بتفرقع حواليهم. الصيادين متقال ليهم يسرعوا وإلا البوابة هتنهار. ده فعليا أول مرة هانول يدخل زنزانة حقيقية. هانيل بيدخل جوه فضول يشوف اللي مستنيه. السيستم بيعرض تفاصيل أساسية زي سعة الزنزانة لكل غارة. الخادم السيوكي بيتمنى له حظ سعيد وبيعدل جزئيا شكل الزنزانة. الأعضاء موجودين، بس القبضي حاسس إن في حاجة غلط من البداية. مش قادر يتعرف على المكان، مش شبه المدخل خالص. الرجالة بيتخضوا ويستغربوا ليه في بحيرة هنا. المدخل مش المفروض يكون بالشكل ده. بعضهم عارف شكل المكان الأصلي. ده أول مرة لهانول اللي فهم إن المدخل المفروض يكون سهل. النسخة دي مش شبه المدخل اللي وصفه سو هيوك خالص. بعدين ولدنا بيفهم حاجة. السيستم بيعلن رسميا عنهم ويشرح المهمة الجديدة. مرحبا بالصيادين عند جانب البحيرة. الصيادين بيشيلوا شعرهم من القلق، والسيستم بيشرح مهمة مذبح مطارق الخنازير. المهمة حماية مطارق الخنازير من القتلة لحد الليل. نجاح المهمة يديهم المرور عبر البحيرة ودخول الأعمق. لو فشلوا كل متحد هيموت.
ده خطر كبير. الرانكرز مستوى البحر بيضيعوا تركيزهم، مش مستعدين للمهمة لدرجة إن رجالة كونغ عايزينه ينسحب. لما يحاولوا يستخدموا نافذة الحالة للانسحاب يكتشفوا إنهم مش قادرين يهربوا. عدد مطارق الخنازير الحالي 130 واتنين اتذبحوا، فبقى 128. كوانغ سو بيهلع ويسأل الصياد المحلي اس رانك عن تفسير أو أي مؤشر يساعدهم. هنيل بهدوء بيشرح إنه مش عارف حاجة عن اللي بيحصل، بس عنده معلومات عن البحيرة. كلامه بيرفع ثقة كوانغ سو وبيطلب من هنيل يشرح لهم التفاصيل. هم فرحانين يساعدوا بأي طريقة يقدروا. هنيل بيضحك من المؤرخة لأنهم نفس الرجالة اللي كانوا بيذموا فيه قبل كده. هنيل بيعمل شرط قبل ما يتعاون معاهم. أولاً هيشرح اللي يعرفه، بس لازم يتبعوا أوامره لحد ما المهمة تخلص. لو موافقين على الشرط هو هيفسر لهم كل حاجة. الاتفاق بيهدد سلطة النقابة لأنه ممكن يخلي هانول يتجاوز قائدهم، بس مش قدامهم خيار مع انخفاض عدد المطارق. كوانجو عارف إنهم هيبقوا خسرانين لو ما نفذوش الخطة. القبضي بيوافق على الخطة بشرط هنيل يتحمل العواقب لو خطته فشلت، بس ده شرط مش عادل لأنه أصلاً بيقدم مكافأة. كوانجو بصبر بيستمع وبيوافق يسمع له. هنيل بيشرح تفاصيل التضاريس اللي بيتعاملوا معاها. بيحدد هيكلية منطقة البحيرة. البحيرة الضخمة في النص بتتفرع على الغابة كشبكة. حتى القبضي مذهول من مصادر معلوماته الغنية، بس هانول بيخلي الشرح بسيط ويقول إنه عنده مهارة استطلاع. كوانجو مذهول وفرحان لأنه مستحيل يتوهوا معاها على جانبهم. حتى تخطيط المكان متوافق مع المعلومات اللي سو هيوك شاركها. أوضح حاجة دلوقتي إن ولدنا بيستخدم الخريطة المقدسة اللي اديتها له من المشهد الأول. دي هدية من القلعة، فمش محتاج يعمل أي مجهود جامد. المهمة بسيطة، لازم ينقذوا مطارق الخنازير من الذبح، وده معناه إن تحديد مكانهم مهم كمان. كلهم ساكنين في الأراضي الموحلة، فمحتاجين يستهدفوا 8 مناطق تعشيش. بعد كده عليهم يجروا بسرعة قبل ما السلاير يمسح المنطقة كلها. هانول ناوي يجمعهم في مكان واحد عشان الدفاع يكون أسهل. ده بداية الخطة، وهو عايزهم يتحركوا فوراً قبل ما العدد يقل أكتر. حتى وهم ساكتين العدد بيقل. علشان كده فريق كوانغ سو بيجري يحدد المناطق، بس هو متسائل هانول ناوي يعمل إيه؟ وهانول بيشرح له إنه هيتعامل مع مطارق الخنازير لوحده. زعيم النقابة ساب له خصوصيته، وده اللي ولدنا كان عايزه. هدفه إنه يستكشف المنطقة باستخدام خريطة البحيرة. ظاهر إن في مهمة مخفية في المنطقة دي ومكافأة خاصة، والولد ده مهتم أساساً يخلص المهمة دي. الصيد على وشك يبدأ، بس الأول لازم يعرف حاجتين وهو بيستكشف: المهمة المخفية نفسها وهوية القتلة اللي بيذبحوا مطارق الخنازير. واضح إن في أنواع كتير من الوحوش هنا، فمحتاج يعرف مين هم. وهو بيتجسس على مجموعة، هانول بيشوف شوية رجالة سحالي ضخمين جدا. اتصدم وفهم إن دول أكيد القتلة اللي بيذبحوا مطارق الخنازير. الخطة اتعقدت جامد. حتى لو السحالي دول دي رانك، مجموعتهم الكبيرة صعبة جدا للتعامل. هانول عارف إنه ما ينفعش يدخل في قتال. بيحاول يمشي وفجأة 2 أغبياء بيخشوا ويهزروا معاه. الأسوأ إنهم متجهين لنفس المكان، وده بيخطر على سلامة ولدنا. الراجل الكبير بيبقى متكبر جدا لحد ما راسه يتقطع حرفيا. واحد من الوحوش هجم وقتل البني آدم. راسه بينزل دم والسحالي بلا رحمة بيظهروا فجأة. التاني اتعصب وحاول يهاجم الوحش بتهور. كماماته الغاضبة بتضرب الوحش بكل قوة وبيلحقوا الضربة الأخيرة. بس الصدمة، مفيش أي ضرر حصل. ده لأن السحالي مع بعضهم بياخدوا بونص من السرب. الوحش دي رانك ده بيعمل تطور من مرحلتين ويبقى بي كلاس لما يكونوا مع بعض. بفضل البف المجنون ده الوحش يمزق دراعه من جسمه والراجل بيصرف عشان حياته. الوحش بيقبض على سلاحه وناوي يخلص عليه، وفجأة ملك الهالة نفسه جو بيظهر ويوقفه. الشات بتاع كل الجوبلين تستمعي عشان يعدل الكفة. الراجل سي رانك من نقابة بولجل مش مصدق عينيه إنه اتنقذ بواسطة جوبلين خادم ضعيف. هانول بيظهر من ورا ويفكروا باللي قالوا عن البقاء في أماكنهم المخصصة. الراجل الكبير بيقول إنه ضاع بالغلط ووصل للمنطقة دي عن طريق الخطأ. هانول بيقول له يرجع ويهتم بجروحه وهو هيتعامل مع السحالي. وبعدين يؤمر جو إنه ينظف الوحوش المحيطة بسرعة.
هو أصلاً مضغوط في الوقت ولسه محتاج يلاقي مهمة خاصة مخفية في الزنزانة. جو بيتحرك فوراً ويشغل ريفنز وينج بيت. بيركض بسرعة بحيث السحالي ما قدروش يتابعوه. الجوبلين المسمى بيقتل وحش ورا التاني قبل ما السحالي يعرفوا حاجة. هانول واقف هادي بيتفرج على القتال زي متفرج. حتى لو السحالي أكثر عددياً من جو، عارف إنهم مش هيمثلوا تهديد. فجأة واحد من السحالي يبدو إنه استخدم كل دماغه مرة واحدة. فهم إن الهجوم المباشر على هانول ممكن يكون خيارهم الوحيد، وفجأة يقفز نحوه عشان ضربة واحدة تخلصه. هانول فوراً يشغل لوردز أفتر إيمج ويستفيد من الإحصائيات اللي خدها من كاونت جولر في الموجة الماضية. بقوة اس رانك نص ساعة بيرمي الوحش بعيد كأنه مفيش حاجة. في هذا الوقت جو خلص على باقي السحالي. هانول بيمدح خادمه الجوبلين ويبسطه رغم إنه حاسس إن الموضوع غريب شوية. الجوبلين بيحمر، وده بيزود الأفينيتي ب10 نقاط تانية. وبعدين بيبيع أحجار المانا اللي جمعها ويكسب ذهب بسهولة. ولأنها المرة الأولى اللي بيبيع فيها حجر سحالي، لوردز كاسل اوف إلوجن بيديله مكافأة إضافية. محظوظ مرة تانية بيكسب تذكرة جاتشا وهيقرر يستخدمها بعد ما يخلص المهمة. جو بيشاور على معصمه عشان يذكروا هانول إن الوقت قرب يخلص. هانول بيفكر إذا كان في طريقة للتعامل مع العد التنازلي، والجوبلين فجأة يبدأ يتصرف زي الجوبلين الطماعين اللي بيحبوا الذهب. في هذه اللحظة السيستم يطلع نوتيفيكيشن: ممكن تدفع 5 ذهب لكل 10 دقايق إضافية لو عايز تخلي الوحش متواجد أطول. الستريمر بيشوف ده حيلة وضيعة من السيستم، بس عارف إنه مفيش خيار تاني. قبل ما يفكر أكتر يسمع صوت زقزقة غريبة، وفجأة قطيع ضخم من مطارق الخنازير بيجري ناحيته. عرق بينزل على وشه وهو مستغرب إزاي هيسيطر على قطيع كبير من الوحوش اللي المفروض سهلة. جو بيتدخل ويتواصل مع مطارق الخنازير مباشرة. الجوبلين بيشهد انتباههم وبيشكر سيده على حماسه في حمايتهم. المطارق على طول بتعيط وتركض ناحية هانول، عايزين يوروله شكرهم. هانول يقدر يوجههم زي الراعي اللي بيقود قطيعه. بعد ما يحل الموقف المفاجئ يكمل استكشاف المنطقة مع الجوبلين ويقتل أي نوع من السحالي اللي يقترب منهم. بس لما حاول يبيع أحجار المانا تاني، السيستم يطلع وورنينج أحمر: أموال القلعة خلصت ومش هيقدر يبيع أو يجمع أحجار تاني لحد ما تتجدد الأموال. يبدو إن هانول وصل للحد الأقصى لكل نوع من السحالي اللي يقدر يسيطر عليهم. ما كانش متوقع إن القلعة تخلص ذهب أساساً. لما عرف إن في حد أقصى للوحوش اللي يقدر يتحكم فيهم، قرر يوقف صيد السحالي لأن ده مضيعة للوقت. بعدين عد مطارق الخنازير اللي أنقذهم شخصياً، وصل حوالي 60، والسيستم نبهه إن المجموع الكلي اللي اتحفظ 70. من الرقم ده واضح إن نقابة بولجل كلها قدرت تحمي بس 10 منهم بأنفسهم. فجأة حاجة بتحصل مع مطارد الخنازير وبيبدأوا يتصرفوا بشكل مجنون. اللي كان مفروض يكونوا أهداف سهلة فجأة بيجروا كلهم مع بعض، وبيجروا كل اللاعبين جوه الزنزانة ناحية وسط البحيرة. السيستم بتاع الزنزانة يطلع إعلان بيشرح إن القتلة وقفوا عن صيد مطارد الخنازير، وإن الليل وقع رسمي، وبيتم تهنئتهم على نجاحهم في حماية الأهداف السهلة من السلايرز. بما إن العدد الكلي لمطارد الخنازير اللي اتحفظ وصل 70، المهمة المخفية كمان اتحققت في نفس الوقت. لحد دلوقتي أعضاء نقابة بولجل وصلوا لمرحلة الانهيار، بيصرخوا على السيستم عشان يسيبهم يخرجوا من الكابوس ده. لكن لما كل الناس افترضت إن الموضوع خلص، فجأة يظهر نوتيفيكيشن جديد بيقول إن اختبار الدواء هيبدأ دلوقتي. موجة ضخمة من المية اللامعة بتندفع ناحية كل الموجودين، ولما كانوا فاكرين إن كل حاجة خلصت، مطارد الخنازير اللي أنقذوهم بتاخد الموضوع الجد وتقفز قدامهم عشان تحميهم. هانول وجونو واقفين هناك، واضح عليهم الاستغراب من التطور المفاجئ ده. السيستم بيبلغهم إن مطارد الخنازير اللي حموهم من المفترسين دلوقتي بيردوا الجميل كنوع من الامتنان. هانول مش مصدق إن الأهداف السهلة دي عندها القدرات المخفية دي، وفي اللحظة دي أخيراً بقى واضح ليه تم تكليفهم بمهمة حمايتهم من البداية. بيفكر في سره هل إنقاذ عدد أكبر هيخلي الشخص نفسه في أمان أكتر؟ عشان يختبر نظريته، هانول يبص بسرعة على الباقيين ويلاحظ إن أغلبهم بالكاد قدروا ينقذوا هدف أو 2.
زعيم بولجل كوانغ بالكاد ماسك نفسه، والمطرقة اللي جنبه باين عليها إنها على وشك تموت. الباقي من أعضاء بولجل في حالة شبه كده، وده بيخلي هانول يقلق بجد على حالتهم. بيحاول بسرعة يلاقي طريقة ينقذهم كلهم. في اللحظة دي السيستم يطلع نوتيفيكيشن تاني. أخيراً بيفضح المهمة المخفية اللي هانول كان بيدور عليها طول الوقت. علشان يخلصها لازم يحدد ويقمع المصدر الحقيقي ورا الاختبار ده. وفوق ده كله بيتعلم إنه لو هزم الوحش المسؤول عن إطلاق الحدث ده، التجربة هتنتهي فوراً بدل ما تخلص مدة 10 دقائق كاملة. هانول مش بيضيع وقت، بيركز وبيلبس نظارته، يشغل مهارة سيجز آي بسرعة ويحدد وجود زين كاروك بالضبط في المكان اللي السيستم أشار له. لما يركز أكتر بيتأكد إنه وحش مسمى اسمه زين كاروك، مخلوق ذكي جدا وعنده قدرات خطيرة زي كاتاكليزميك ويف وستورم. الواقع دي بتخليه متوتر لأن الوحوش المسماه بتعتبر كائنات خاصة وعندها قدرات فريدة. مع ذلك بيجبر نفسه يهدأ، مذكرا نفسه إن المهمة المخفية عمرها ما هتكون سهلة. لما جونو يظهر متحمس ومستعد يهاجم الوحش اللي ورا الموجة الضخمة، هانول يوقفه ويقوله إنه هيكتفي بمشاهدة المعركة دي. هانول بيشرح إن من غير مقاومة للمية جونو هيكون في خطر شديد جوه البحيرة، لأن ساحة المعركة بتشكل تهديد كبير ليه. بعد كده هانول بيفتح محل استدعاء الوحوش بتاعه بنية إنه يوظف وحش جديد يتعامل مع الموقف. من قائمة التجارة بتاعة اللورد بيختار أوجر بيرسيركر، خصوصاً لأنه عنده مقاومة طبيعية للمية. لكن بسرعة بيجيله قلق جديد، لأن الوحش ده مختلف عن جونو، ما عندوش أي معدات مجهزة، وده معناه إنه غالباً هيخسر قدام وحش مسمى زي زين كاروك. هانول بيشوف إنه محتاج حاجة تعزز قدرات الوحش، فبيطلع التذكرة الذهبية بتاعته من الجاشة رغم إنها معروفة بنجاحها المحدود، وبيقرر يستخدمها. بيأمل إن السحب يديله قطعة تساعد الوحش إنه يقف ضد زين كاروك بجد. التذكرة بتشتغل ونور ذهبي بينفجر، وعيون هانول بتتسع من الدهشة. بيحس بحماس شديد لما يكتشف إنها قطعة اس رانك، لكن الحماس ده بيتحول بسرعة لارتباك لأن القطعة مش باينة إنها مفيدة جدا في القتال. وفي الوقت ده طيار المية بيزيد قوته، ومفيش اختيار غير إنه يستدعي الأوجر ويجهزه بالقطعة اللي لسه جايبها. لما حط القطعة على الوحش، فجأة الوحش بيقلع على الأرض. وفي نفس اللحظة هانول بيسمع صرخة يائسة من واحد من أعضاء بولجل اللي قرب يغرق، فيجري على طول يساعده من غير تردد. خيبة أمله بتبان على وشه وهو بيقضم سنانه، وبيحس إنه ممكن يضطر يتعامل مع كل حاجة لوحده دلوقتي. وفوق ده كله صورة اللورد بتاعته هتنتهي بعد 12 دقيقة، وبعدها هيرجع يكون إي رانك عادي. مع كل ده بيختار إنه يركز على إنقاذ الباقيين رغم التعب اللي بيبدأ يظهر عليه حتى مع قوته المؤقتة العالية. ولما قبضت إيده على الشجرة اللي ماسكها هتبدأ تضعف، والتيار العنيف فجأة بيخف. لما يبص لقدام بيشوف الأوجر واقف ثابت في المية، لابس حاجة شبه قبعة هاري بوتر. الأوجر بيتكلم بنبرة بطولية ويسأل سيده لو اتأذى في أي مكان، وبيقدم نفسه بشكل رسمي كخادم متواضع بطريقة مش متوقعة خالص من أوجر. هانول بيبقى مستغرب لأن كل اللي عمله كان إنه حط قطعة اس رانك، قبعة الماج العظيم جانندورف، على راس الوحش. القطعة كانت مصممة لتعزيز الذكاء، نظرياً ممكن تحول حتى الأحمق لعبقري، لكن عمره ما كان متخيل إن رفع ذكاء أوجر لدرجة قصوى ممكن يعمل تأثيرات خارقة زي دي. مستمر في ارتباكه، هانول بيسأل الوحش إزاي ممكن يتكلم بكلام واضح ويقدر يتحاور بشكل سليم. الأوجر بيرد بكل ثقة ويشرح بفخر إن القبعة اللي عطاها له سيده غيرته بالكامل وحولته لإصدار جديد تماماً من الأوجر. بعد التصريح ده الأوجر بيعمل انحناء كبير احتراماً لهانول، وبيطلب منه بأدب يصدر أي أمر. هانول بيرد إنه قبل ما يدي أي أوامر مباشرة في حاجة عايز يوضحها. الأوجر بيوافق فوراً من غير تردد. هانول بيسأل إذا الوحش دلوقتي قادر يستخدم السحر، والأوجر بيرد بفخر نعم، وبيشرح إزاي هو لسه منزل السحر جوه جذعه. المعلومة دي تملى هانول بالحماس لأن الظروف أخيراً بدأت تمشي لصالحه. هانول بيستغل الفرصة وبيؤمر الأوجر يتقدم في العاصفة العنيفة وهو وراه على طول بدون أي تأخير. الأوجر القبعة بتاعته تبدأ تدفع بقوة ضد الموجة الجارفة،
هانول بيسميه أودولف وبيقول له إنه بيعتمد عليه. لما يسمع اسمه الجديد أود بيحمر وشه ودموعه تبدأ تنزل من عينيه. متحمس ومليان عزيمة بيصرخ إنه هيبذل كل اللي عنده وحتى يضحي بنفسه عشان يرد الجميل. أودولف بيهجم قدام في البخار بيشيل الطريق، وهانول واثق إنهم هيوصلوا قريب. التغيير المفاجئ ده بيخلي زين كاروك متوتر لأنه اكتشف إن حد غش عليه في السحر، ومع إنه مقتنع إن الشخص اللي عمل ده مش ماج عالي، لكنه لسه واثق إن كسر حاجزه مش هتبقى سهلة. في الوقت ده أودولف يوصل للحاجز ويوقفه فوراً، بيبعت خبر هانول عن الحاجز، وهانول بيقول له يفضل يضرب نفس المكان مرار وتكرار على أمل إن القوة المتكررة في نقطة واحدة تكسره في النهاية. الأوجر بيبدأ يشرح بالمنطق والرياضيات ليه الحاجز المتعدد الطبقات ده مستحيل ينكسر، لكن هانول بيقطعه ويقول له يوقف التفكير الزيادة ويضربه بقوة خام بدل الاعتماد على السحر بس. حتى لو الموضوع مش منطقي بالنسبة له، الخادم بيتبع الأمر بأدب ويبدأ يضرب الحاجز بلا رحمة، بيضرب كأنه بيلعب ماتش بيسبول. زين كاروك بيبدأ يتوتر لما يشوف الحاجز بيتضاعف، لكنه بيفضل هادي مقتنع إن مجرد أوجر مش ممكن يتغلب على موجته الكارثية، وبيستمر يتكلم إن الحاجز مستحيل ينكسر. لكن فجأة الحاجز بينكسر، ده بيخلي زين كاروك مندهش تماماً، بيقول لنفسه إن مفيش غير أوجر اللي كمان ماج يقدر يعمل حاجة زي كده، وده شبه مستحيل. لما يشوف الأوجر لابس قبعة ماج مش مصدق إن ختم سحره اتكسر. هانول بدأ يتساءل إذا كان الأوجر ده فعلا أوجر شامان. لما هانول بيسأل السحلية إذا كان زين كاروك، السحلية مش بترد، بدل كده بتركز بالكامل على مهاجمة الأعداء اللي قدامها. هانول بيفترض إن أوجر الشامان ده أكيد استنزف كتير من المانا، وده هيخليه متفوق على الخصم الضعيف. وفجأة السحلية على وشك تطلق هجوم قوي ممكن يقتل أي حد على طول. هانول بيقول لأودولف يجرب تعويذة بعيدة المدى عشان يوقفه. هانول متوقع النار أو كرة نارية أو حاجة شبه كده، وبعدين الأوجر يشحن على العدو، لكن الأوجر ببساطة بيرمي الجزع على زين كاروك. السحلية مش واخدة بالها إن جزع حقيقي جايلها، وبتتكبر وتقول إنها كسبت خلاص ومفيش سحر ممكن يكسر حاجزها، وإنها كانت متوقعة الهجوم ده. لكن لما الجزع يضرب أخيراً، كل ثقة السحلية بتتحطم على طول زي الزجاج الهش، وبتقع مهزومة على طول. هانول بيبص على خادمه الضخم ويقول إن التعويذة اللي استخدمها كانت بس شكلها كأن جزع اترمى. أودولف بيعتذر فوراً وبيقول إنه لسه ما تعلمش أي تعويذ حقيقية. المشهد بعد كده بيتنقل لمقر بونج جيلد، حيث الزعيم بيضغط عليه عشان يوظف هانول الصياد اس رانك اللي اتفعل بسرعة قبل ما منافسينه ياخدوه. مع كل محاولاتهم، الزعيم شايف إنه مفيش داعي يتابع صياد اس رانك صغير لأنه أصلاً عنده كتير منهم. رجوعاً للدنجن، زين كاروك اتغلب عليه بنجاح. أودولف بيجمع الحجر الروحي بحذر وبيقدمه لهانول. هانول بيمدحه على مجهوده، لكن أودولف متواضع وبيقول إن ده كله ممكن بس بفضل إرشادات ودعم سيده. بعد ما بيخلصوا تبادل كلمات التقدير والمنافسة على مين ياخد الفضل، هانول بيبيع الحجر الروحي الخاص للقلعة. القلعة بعد كده بتحسب المكافآت، واللي بتشمل تصريح لتطوير منطقة خاصة وتذكرة جاتشا تانية، وكمية صغيرة من الذهب اتخفضت شوية بسبب قلة الأموال في القلعة. كمان هانول دلوقتي بقى يقدر يستخدم زين كاروك خلال دفاعاته في الموجات. بيقرر يسيب المكان ويشيك على المكافآت بعدين ويرجع دلوقتي. لما بيرجع بيلاقي بس السحلية شعرها أزرق من بلج الجلد صحية، بتسأله فوراً إذا كان قدر ينقذهم كلهم وبتشكره بتواضع على مجهوده. هانول بيسأل عن باقي أعضاء نقابتها وبتقوله إنهم كلهم أحياء وبدأوا يتعالجوا صح. في اللحظة دي الزعيم كوانج يوصل ويطلب يتكلم مع هانول. الراجل تقريباً هينفجر ويضربه، لكن بشكل غير متوقع بينزل على ركبتيه ويشكر هانول نيابة عن نقابته لإنقاذ الكل. بيعتذر عن الطريقة اللي عامل بيها مع هانول لما دخلوا الدنجن أول مرة. هانول مش مصدق لأنه عمره ما كان متخيل إن الراجل العضلي أغبى يقدر يعتذر فعلا. بيمد إيده عشان يساعد كوانج يقوم، وبيقول له يرجع يقف ويرعى أعضاء النقابة اللي لسه محتاجين له.
الاتنين بيصافحوا بعض وعينين كوانج مليانة دموع وهو يوعد إنه هيفكر في الدين ده ويرده يوم ما يقدر. بعد كده النظام بيبلغهم إن تجربة التأمل اتجوزوها بنجاح وبيديهم اختيار يفضلوا مكانهم أو يتقدموا للمناطق الأعمق. الصيادين المغشى عليهم بيرجعوا تلقائياً، لكن الباقي عندهم خيار الاختيار. لما كوانج يعرف إن هانول ناوي يفضل بيحاول يقنعه يرجع دلوقتي، وبيأكد عليه إنهم هيساعدوه يعيد التجمع ويرجع بعد ما يكونوا مستعدين بالكامل. لكن لما هانول يوري كوانج حووشه ويشرح إزاي عنده فريق موثوق يدعمه، كوانج بيخاف وأخيراً بيفهم ليه هانول لسه عايز يكمل وبيوقف محاولاته يقنعه. الكل بيشكر هانول ويروح وهو بيفضل مكانه عشان يكمل الدنجن، حاجة محدش عملها قبل كده. وبما إنه كمان كمل المهمة المخفية، النظام بيبلغ هانول إنه هيتاخد مكافأة خاصة بالإضافة للمكافآت العادية. المشهد بعد كده بيرجع لتشو كانج اللي لسه بيحاولوا يقنعوا يوظف الأس رانكر الجديد. نائب الرئيس بيو ميونغ هون وأخته بيحاولوا يوضحوا ليه نقابتهم الكبرى لازم تضمه، لكن القائد بيستمر يتكلم عن إنه هم نفسهم في وضع صعب، وكمان بما إن الأس رانكر رسمياً مسجل بي رانك في النقابة مش شايف ده ضروري. فجأة بيجيله إشعار إن دنجن بنمط أحمر اكتشف، وده معناه احتمالية أعلى لكسر الدنجن. لما يشوف المكان هو Garden of Meditation، نفس المكان اللي راح له هانول، القائد بيقرر يزوره. بعد كام ساعة زعيم النقابة مع مساعديه بيوصلوا لموقع الدنجن ويسألوا عن الوضع. قوة الدنجن هناك بتشرح لهم إن الدنجن اتحول لنمط أحمر، وبيقولوا إنهم أخلوا المدنيين القريبين وهيحتاجوا مساعدة بانك بانك جيلد للتعامل مع أي طوارئ. مونغ هون بيصرخ يسأل عن الصيادين اللي جوه، والراجل بالبدلة السوداء بيجاوب إن 6 صيادين قدروا يطلعوا، لكن صياد واحد دخل أعمق جزء في الدنجن. في نفس الوقت زعيم إيجس ماونغ وزعيم نقابة الساموراي سانوراي كمان بيوصلوا. الكل مهتم جدا لأنها أول مرة صياد واحد يوصل لأعمق جزء في الدنجن. مش فاهمين مين اللي ممكن يحقق الإنجاز ده، لحد ما الراجل بالبدلة السوداء يأكد لهم إن الشخص ده هو هانول.